جاي احكي لكم على قصة كلها امل. بطل قصتنا هو مونتي روبرت، من اعظم مدربين الخيول على مستوى العالم. مونتي لانه هو كان صغير كان ماشي مع ابوه بيترحل من مكان لمكان، لان طبيعة ابوه انه شغال في تدريب الخيول هو كمان، فكان يقعد شوية في اسطبل ويتنقله، لما ابوه يسيب الشغل يتنقله، وهكذا من مدينة لمدينة ومن اسطبل لاسطبل. وده كان بيأخر مونتي في الدراسة كمان. يوم من الأيام ومونتي كان في المرحلة الثانوية، المدرس بتاعهم طلب من كل واحد موضوع تعبير. رجع مونتي على بيتهم وقعد يكتب وعمل موضوع حلو وجميل وكبير. الموضوع كان بيتكلم عن حلمه انه ناوي في يوم من الايام يمتلك مزرعة خيول، لدرجة ان هو في الموضوع عمل رسم بياني ومداخل ورسم المزرعة بالتفصيل. ودى الموضوع بتاعه وبعد يومين طلعت النتيجة. راح لقى نفسه من الراسبين. راح للمدرس وقال له ايه العيب في الموضوع التعبير؟ قال له مفيش مشكلة غير ان هو اكبر من احلامك. يا ابني انت لا عندك فلوس ولا مصادر دخل، وعيلتك كمان من الناس الرحالين، كل شوية بتتنقلوا من مكان لمكان، هتجيب منين الاستقرار اللي يخليك توصل لتحقيق حلم زي ده؟ روح غير الموضوع وانا هديك سماح كمان يومين. راح مونتي وهو زعلان وقعد يشتكي لابوه، وقعد يقول له انا مش عارف اعمل معاه ايه. قال له يا ابني انا مش هقدر افيدك في الموضوع ده، لان القرار في الاول وفي الاخر بتاعك. رجع مونتي وقعد يفكر شويتين، وراح بعد يومين قدم نفس المشروع اللي كان مقدمه في موضوع التعبير. اول ما المدرس بص على الورق قال له ايه هو ده اللي انت جايبهولي؟ انا مديك فرصة يومين. قال له بص يا استاذ، احتفظ حضرتك بدرجة الرسوب وانا هحتفظ بحلمي كمان. وفعلا عدت الايام ومونتي كافح ووصل تحقيق حلمه كمان، واصبح من اشهر مدربين الخيول، وعمل لنفسه مزرعة على مساحة 200 فدان، ووسطيها زي ما رسم في موضوع التعبير بيت على 300 متر مربع. وكان عايش حياته وهو مبسوط، وذكر ده في اكتر من انترفيو واكتر من مقابلة. فعلا يا جماعة، اسعى وحقق احلامك. اوعى حد يكسر لك احلامك من الناس المحبطين، لان في الاول وفي الاخر النجاح ليك والخسارة برضه ليك. ربنا يصلح حالي وحالكم، ونبقى من الناس المصممين على تحقيق اهدافهم وماشيين، وللي زي المدرس اللعين دايما منفضين. حافظ على حلمك. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.